ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على روتيني الصباحي اليومي للبشره بس. نشوف مع بعض بعمل ايه، ويا رب الفيديو طبعا هي يعجبكم. بتبقى غسل الاسنان والفرشه والمعجون وغسول الفم، بس الخطوه دي مش موجوده لان النهارده روتين للبشره بالكامل. ببتدي اول حاجه اغسل بشرتي بالمنظف ده. هي نفس الخطوات لكن بتغيير المنتجات كل فتره. وكمان حابه اقول لكم حاجه في الاول، اني مش بكثره المنتجات. لا يعني انا كده الحاجات اللي انا بعملها لبشرتي والحمد لله بتتغذى وبتبقى ناعمه وجميله جدا وبحافظ عليها. يعني مش بالمرطبات الكتير قوي علشان ما تجهديش البشره معاكي. فاول حاجه بستخدمها هو ديب كلين من نيتروجينا، ممتاز جدا. وبستخدم معاه البراش دي من براون، ممتازه، بتنضف البشره بعمق، جميله قوي. وبعد كده بغسل البشرة بمية دافية وبعد كده مية باردة. وببتدي احط المقشر اليومي من نيتروجينا، ده ممتاز جدا والسكراب بتاعه خفيف وينفع للاستخدام اليومي، انا بستخدمه يوميا. وهي العبوة خلاص قربت تخلص يعني، بس هو ممتاز. بعد كده منساش طبعا الشفايف لانها من ضمن البشرة. بعمل لها سكراب بسيط جدا، بيبقى سكراب يومي. ده عسل وسكر، بيبقى حلو جدا للبشرة كسكراب خفيف مش قوي. بعد كده باجي لمرحلة التونر، بس قبلها لو حسيت ان في انتفاخات في بشرتي بحاول ان انا اجيب قطعة من التلج وبستنى دقيقة، يعني امررها على بشرتي كلها بالكامل واستنى دقيقة. وبعد كده ببتدي ان انا احط التونر، وبين كل خطوة وخطوة بستنى دقيقة علشان البشرة يعني تتشرب المنتج كويس. بعد كده ببتدي من مرحلة الزيت، طبعا كبيز للبشرة بحطه في الأول، برضو طريقة استخدامه وكمان هو ده بيعمل ايه قلت كل حاجة عنه بالتفصيل في فيديو مفصل، لو حابين تسمعوه هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. بعد كده برطب بشرتي بأي مرطب عندي، ولو خارجة بحط طبعا سان بلوك، لكن ده للترطيب في البيت، فده من لوريال ريفيتا ليفت. وبعد كده برطب منطقة العين، وطبعا الحاجات التانية دي ببتعد عن منطقة العين تماما. بحط بس لمنطقة العين الكريم المخصص ليها، وده برضو من لوريال ممتاز جدا. وفي خطوة تانية بس مش موجودة، هي قطرة معقمة، لاني عينيا حساسة فبحط لها قطرة كل يوم، لكن للأسف هي خلصت، فلما اجيبها ان شاء الله هوريها لكم. آه، بعد كده اخر مرحلة هي ترطيب الشفايف، بستخدم بيبي ليسبس من ميبلين او لابيلو، الاتنين ممتازين وحلوين جدا. وبكده اكون خلصت يعني الروتين بتاعي، هو بسيط، اهم حاجة ان بشرتي بتستفيد كويس. واتمنى ان انا اكون افدتكم يا رب، وانتظروني بقى في روتيني المسائي لانه بيختلف بحاجات بسيطة. واشوفكم ان شاء الله على خير. ولو في اي حد روتينه زي روتيني بالظبط يكتب لي تحت في الكومنتس عشان كلنا نستفيد. وما تنسوش لايك وسبسكرايب لو عجبتكم القناة طبعا، ولو عجبكم الفيديو لايك وتعليقاتكم الجميلة. بقول لكم مع السلامة.